وصلنا لآخر فقرة ببرنامج استوديو تك. من بعد هالتطور يلي صار بعصرنا وسيطرة الانترنت بشكل كبير، سؤال بيخطر ببالنا: كيف ممكن يكون عالمنا بلا انترنت؟ وكيف ممكن تصير حياتنا من أبسط تفصيل لأعقدها؟ والسؤال المهم: مين اخترع الانترنت؟ تعالوا نعرف مين بهالتقرير. بيستخدم الملايين من الأشخاص شبكة الإنترنت بشكل يومي، ولكن بكل دقيقة بينبعت 156 مليون إيميل حول العالم، وبينرفع 400 ساعة فيديو على الإنترنت، و65 ألف صورة على الإنستغرام، و240 ألف بوست بينزل على الفيسبوك، و55 ألف تويت تنزل على تويتر. كل هاد بدقيقة واحدة. والسؤال: تخيلتوا قديه حجم الإنترنت بالعالم؟ الجواب 5 إكسابايت، وهو رقم كبير جدا جدا. لكن السؤال المهم: مين اللي اخترع الإنترنت وكيف بلشت الفكرة؟ يعتبر الإنترنت جهد العديد من المساهمين، مو جهد شخص واحد، ولكن تنسب فكرة اختراع الإنترنت الأولية للمخترع تيم بيرنرز، ويلي أطلق مشروعه عام 1989 يلي ضم الشبكة العنكبوتية، وأنشأ عام 1991 أول موقع على شبكة الإنترنت، وبعدين اقترح مشروع النص المترابط والمعروف حالياً ب www، ووضع أسس لأول برامج مستقلة لتصفح الإنترنت ليكون الظهور الأول لشبكة الإنترنت، وبعدين أسس أول اتحاد لشركات الإنترنت عام 1994. ولكن على الرغم من مرور ربع قرن على اختراع الإنترنت، إلا أنه هو حكى بعدة لقاءات أنه متخوف من الأشياء يلي صنعها بما فيها الويب، وبقي مآمن أنه الشبكة العنكبوتية متاحة للكل بدون قيود أو خصوصية بسبب قدرتها الفائقة بالسيطرة على عقول البشر إيجابياً. ولكن كمان اشتغل على تطوير الشبكة العنكبوتية أكثر وأكثر حتى وصلت للشكل يلي عم نتصفحه حالياً عبر رسائل أو مشاركة ملفات والعديد من الأمور المتعلقة بشبكات الإنترنت والاتصال.